السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب كلكم تكونوا بخير وسعداء وفرحانين ومبسوطين ومحققين كل اللي نفسكم فيه، اللهم امين يا رب العالمين. بس بقى انا بادئ لكم الفيديو كده بحاجة قمر. بس نزلت بقى ايه، عملت هارد جيل بوريكم يعني وفرجكم ايه رأيكم. ايه القمر ده؟ قولوا لي بقى بجد ايه رأيكم في التعليقات. عملته بقى عشان عندي مناسبات كتير حلوه الفتره اللي جايه دي. ربنا يسعد قلوبكم كده ويكبر خاطركم ويفرح قلبكم جميعا ويسعدكم كلكم. طبعا الفرح حلو مفيش كلام. فانا قلت بقى ايه، افرح نفسي كده وانزل اعمل كده ايه، يعني اعمل عمره في نفسي. فنزلت بقى عملت عمره كده لنفسي، ويعني وغيرت من نفسي وغيرت حاجات كتير يعني. فرحت، كان عندي واحده صاحبتي كده فاتحه بيوتي سنتر، رحت انا واصحابي كده طق في دماغنا يلا يلا نزلنا بقى. قلت ايه ده اللي طبعا ده ينفع اعمله لكم. وانا طبعا كنت مظبطه شعري. وهنا طبعا بقى نزلت بالمره، قلت احاول اجيب شويه مشتريات لان طبعا طالعين البحر وكده. فقلت اجيب شويه مشتريات اللي هم ينفعوا ان انا اعمل سندوتشات كده واحنا طالعين البحر. فده طبعا جبت كبده كده، قلت اتبلها كبده اسكندراني. وجبت لانشون، وجبت اللي هي الجبنه بتاعت فاهيتا دي. وجبت حلاوه، وجبت جبنه بيضه، وجبت شاورما. وده ستريبس كده جاهز متبل جاهز كده. وهو متبل طبعا. الاسعار طبعا انا الحبه الحاجات اللي انتوا هتشوفوهم دول اصلا كانوا عاملين 1118. انتوا تشوفوهم تقولوا اصلا ولا حاجه، بس كانوا عاملين 1118. وفي كيس نسيتهم في العربيه، يعني تاهوا كده في كيس في العربيه مع صاحبتي وكده يعني. فعادي في بيتها واحد يعني. بس وجبت حلاوة، جبت حلاوة بالفستق وحلاوة سادة وحلاوة بالسوداني وحلاوة بالمكسرات يعني، بندق على فستق. وجبت كيلو برجر. بس تقريبا هما دول شوية الحاجات، وباقي الحاجات طبعا في الكيس التانية. فانا قلت ايه اصورها لكم كده، وان انا اطلع اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. واشكر كل الناس اللي نورتني، واشكر كل الناس اللي كتبت لي كومنتات حلوة على راسي من فوق، بجد 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 بجد. وطبعا اعذروني ان الفترة الجاية لان انا هغيب عنكم، ممكن اغيب عنكم كتير وكده يعني لسبب ظروف وكده. فانا ممكن اغيب عنكم، فطبعا استحملوني. هم تقريبا اسبوع او 10 ايام، وان شاء الله ان شاء الله طبعا الناس اللي متابعيني على الانستجرام ممكن ابقى انزل لهم حاجات كده على الانستجرام. فطبعا هنا بقى كنت دخلت بقى على اوضه الاطفال. قلت بقى اعمل فيها طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى ايه، افرشها كده عشان تبقى انا نازله والاوضه عندي زي الفل، والشقه عندي كلها زي الفل. فدخلت بقى على اوضه الاطفال، قلت بقى اعملها وافرشها. بس طبعا مش هفرشها الفرش السجاد اللي انا كنت غسلاه ونشراه معاكم. هسيبها شويه كده تتهوي لحد المدارس. وطبعا عيالي الله يكرمهم كنت نزلت اشتري الحاجات اللي انا بوريها لكم دي. رجعت لقيتهم ان هم عاملين اللي انتوا شايفينه ده، نقلوا الاوضه لوحدهم. وقال ايه، زهقوا ما كانوش عارفين يعملوا ايه. فطبعا استعانوا كده وعملوا رباطيه، وراحوا قايمين مفضين تحت السرير، وراحوا ناقلين كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. رجعت، لا هو ما رجعتش، هو انا اتصلت بيهم فيديو عشان اشوفهم بينيلوا ايه، لقيتهم فعلا بيعملوا النصيبه اللي هم عاملينها دي. بس قلت لهم انتوا حرين، اه انتوا حرين، دي اوضتكم انتوا حرين فيها. فرجعت بقى طبعا قلت لا خلاص انا هعمل الاوضه كده امسحها وانضفها. كانت هي الوحيده اللي مش مفروشه عندي، وانا بحب اما انزل من البيت اخلي الشقه زي الفل. انا ما بسيبش اي حاجه مش نظيفه، ما بسيبش اي حاجه مش مكانها. ممكن يعني الغسيل هو الوحيد اللي المه وارميه على السفره من غير ما يتطبق. بس انا طبعا كان لازم ان انا انزل لان انا رايحه قاعده مثلا اسبوع او 10 ايام بره البيت. طبعا الشنطه انتوا شايفينها، فاكيد اكيد اكيد فمش هينفع ان انا اسيب مواعين، اسيب حاجه، اسيب غسيل، اسيب اي حاجه. الدنيا معايا زي الفل. حتى انا ما نزلتلكوش المشتريات بتاعت الشهر دوت عشان ما كانش ينفع ان انا اشتري حاجه واسيبها في التلاجة تبوظ مني. فالحاجه اللي انا كنت بجيبها اللي انا، لان انا مش قاعده في الشقه زي ما انا قلت لكم، انا مش على طول قاعده هنا في الشقه. انا باجي تقريبا يومين في الاسبوع او 3 ايام في الاسبوع، وباقي الاسبوع قاعده بره لحد المدارس. ان شاء الله ان شاء الله هرجع لان الشقه ديت قريبه من مدارس الولاد وكده. بس فهنا بقى دخلت على اوضه الاطفال، قلت اعملها طبعا الى حد ما طبعا عشان السجاد متشال من عليها. فهي كانت نظيفه وكانت الدنيا زي الفل. هي تقريبا كانت قعدت 3 ايام من غير ما تتفرش، فكان كل يوم يوماتي على الله ان احنا نسيقوها وكده.
فيا دوبك مسحت كده، اديت لي الاوضه مسحه واديت لي الدولاب مسحه كده. وطبعا البخاخه اللي انتوا شايفينها دي فيها شويه خل وشويه دوني وشويه زيت زيتون، بمسح بيهم الارضيات. عايزه تحطي ديتول حطي، انا بعمل ميكس كده من اي حاجه. المهم والله العظيم بحط ديتول وبحط دوني وبحط شوية خل ماشي، شوية زيت زيتون ماشي، وبمسح بيهم الخشب، بيخلي ريحة، تعقيم، نظافة، لمعان، كل حاجة شغال معايا. هنا كنت سيقت الأرض وكنستها، واديكم شفتوا التراب طبعا كان عامل ازاي. وبعدين جبت شوية مية وجبت الموب بتاعتي ورحت حاطة في الجردل المسح بتاعي شوية معطر أرضيات. ده معطر يعني حلو قوي قوي قوي. الناس اللي متابعاني عارفة فريدة معطر ارضيات حلو قوي، معطر جو حلو قوي، معطر ملابس حلو قوي. فروحت جايبه شويه معطر اللي هو فريدة ده وحطاه في الميه، فريحته بقى بعبير الزهور كده والياسمين، ريحته فواحه جدا. ورحت حطاه في الميه كده ورحت مسيقه بيه طبعا. وهنا جبت بقى القماشه بتاعتي ورحت ماسحه الباب بالمره. هي الدنيا كانت عندي تقريبا زي الفل. بس انا قلت ايه ان انا اصور لكم الفيديو دوت عشان انزله لكم قبل ما امشي، لان انا هقعد اسبوع بره الشقه. وللاسف للاسف انا ما بعرفش ان انا انزل فيديوهات وانا بره البيت، وما بعرفش اصور فيديوهات لان انا مثلا ببقى عند بابا عند اخويا، فانا بتحرج عشان دي خصوصيات. انا حرة، دي شقتي، انا اطلع شقتي، اطلع اللي انا عايزة اطلعه، دي حاجة ما تخصش اي حد. لكن طبعا ان انا اصور عند حد دي خصوصيات، فما ينفعش ان انا اعرض شقق حد ولا ان انا اصور عند حد. وبالنسبة للخروجات والفسح انا كده كده بتحرج ان انا امسك كاميرا كده، يعني الناس يقولوا عليا ايه، انا بتحرج ان انا امسك كاميرا كده في الشارع واصور فلوجات، مع اني والله العظيم بجد حرفيا انا بشوف مناطق حلوة قوي واسكندرية جميلة جدا يعني. بس ما يعني انا بتحرج ان انا اعمل فلوجات. لو اقول لكم طبعا انا كم مرة مصورة كم مقطع، وكل مرة اقول هحاول بس مش عارفة ان انا انزل لكم، لانه طبعا بيبقى في ناس تخصني وفي صحابي والمكان مش بيبقى لوحدي، فما ينفعش ان انا اطلع حد وكده، فلا عشان ما حدش يزعل وكده. فكده كده القناه انا عاملاها عشاني انا، مش عاملاها عشان اعرض حياتي الشخصيه، مش عاملاها عشان اعرض صحابي، مش عاملاها عشان اعرض ولادي، مش عاملاها عشان اعرض بيت بابايا. فانا عاملاها كده ان هي تفاريح، فقلت روتينات وحاجه انا بحبها، عشان انا اساسا كنت واحده كسليه زي ما قلت لكم قبل كده، ان انا كنت واحده كسليه ما بحبش اعمل حاجه. وكنت بعتمد على مامتي الله يرحمها، ومن بعد مامتي اعتمدت على ان انا حد يجي يساعدني، والحارس ومرات الحارس. فلا لقيت نفسي بقالي 3 سنين او 4 سنين، انا تقريبا بقول لكم بقالي 17 سنه متجوزه. بس في خلال ال 17 سنه دول انا حرفيا يعني ايه، ما كنتش لا اعرف في الطبيخ قوي ولا اعرف في الشقة قوي، كنت دايما كسلية، كنت دايما اجيب حد ينظف لي، حاجات كتير قوي قوي قوي، عدي بقى كام حاجة كده ما كنتش بعملها. بس تقريبا بقالي 4 سنين او 5 سنين من بعد ما مامتي توفت الله يرحمها، الف رحمة ونور عليها يا رب، ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا، انا بدأت ان انا اقول لا لازم انضف وكده. فحبيت الموضوع قوي. فما جيت فتحت القناة انا فتحتها ان انا تحدي ما بيني وما بين بصوا مرات اخويا. يعني مرات اخويا اصلا فاتحة قناة، وتقول لي ده ما فيهاش مكسب وده وجع قلب طبعا ما فيهاش مكسب ووجع قلب وكده، انتي ليه فاتحاها وكده. فقلت بقى تحدي، لقيت صاحبتي مثلا فاتحه قناه فبتقولي لا مش جايبه همها. انا بحب التحديات جدا، وبحب ان انا المغامرات قوي قوي قوي، دخلوني كده في اي مغامره. بحب ان انا اتحدى نفسي وبتحدى اليأس وما بحبطش، لا عادي انا كده كده عاملاها. وطبعا الربح بتاعها ده اخر حاجه ممكن، اخر حاجه ممكن ان انا احطها في دماغي. انا مش مستنيه منها قناه جنيه اصلا. وجه ما جاش ما بدورش عادي ما فيش اي مشكلة. فانا عاملاها عشان انا بحبها، وبجد عشان ان انا اعرف ناس واتعرف على ناس حلوين امارات سكرات زيكم كده، ويبقى اكون احسن عيلة واحسن اخوات في الدنيا كلها. و... وفعلا ده اللي حصل. يعني انا بجد 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 بمناسبة الموضوع ده انا حابة اشكر كل حد دخل ونورني في القناة، وحابة اشكر كل الناس اللي بتكتب لي تعليق حلو وبتكتب لي كومنتس حلو وبتكتب لي كلام حلو.
وبشكر كل واحد، يسلم صبعك ويسلم ايديك ويسلم عينيك اللي دخلت وعملت اشتراك للقناة، وبيعمل لي كومنت حلو وبيكتب لي دعوة حلوة وبيشجعني. طبعا انا فيديوهات كلامكم الحلو ده هو اللي بيشجعني، هو اللي بيخليني ان انا مصممة ان انا اكمل اشوف هتوصل بيا لفين. والناس بقى الغلاوية اللي بتخش تكتب كومنتات سلبية، اللي بتخش تستظرف، اكيد عارفة نفسها. لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا يعني، بس انتوا اخركم اول دقيقة ولا حاجة، لان انتوا اخركم باقة منتنين معفنين، بتفتحوا باقات، يا بتوع الباقة يا منتنين يا معفنين. فلو وصلت معايا لحد هنا وهان عليك القرش يا منتن يا معفن انت وهي، فخليك في حالك وما تشغلش نفسك بحد. وبلاش بلاش الكلام السخيف، وبلاش الاستظراف. يا اهبل، يا اللي انت عارف نفسك. بس طبعا مش هدي لاي حد اكبر من حجمه، طبعا هم عارفين حجمهم ايه، اخرهم عندي ايه، وهم عشان كده داخلين يلفوا ويدوروا على القناة وعايزين يخربوها وعايزين يمسكوا اي حاجة وعايزين ربنا يكفينا شرهم يا رب. ربنا يكفينا شرهم، عشان دول بجد بجد شر قوي يعني. فربنا يكفينا شر الناس الحقودين الحاسدين المنافسين، وربنا يجعل كيدهم في نحورهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. فهنا بقى كنت خلصت الاوضه بتاعتي ورحت فرشه السجاده القمر دي. انا اول مره افرشها معاكم، بس ديت السجاده ديت هي اللي بتتفرش بعد ما بخلص الاوضه بتاعتي. والنظام بتاع الاوضه كده بروح فرشاها، غير اما بيكون سريرين جنب بعض بتتفرش ليهم غيارين تانيين. فانا رحت فرشه السجاده ديت القمر. ما كانش ينفع طبعا افرش الشاجي، لان الشاجي طبعا تقيله جدا وعايزه شتاء. فقلت افرشها كده كده، انا مش قاعدين هنا والولاد مش قاعدين كمان. الولاد كانوا محضرين شنطه بص السفر بتاعتهم ومسافرين طالعين على شرم بقى. ف يعني ادعوا لهم ان هم يرجعوا بالسلامه وكده. فكانوا محضرين، كنت محضره شنطه كنزي، اكيد انتوا اخدين بالكم بيها، اخدين بالكم منها وكده. ف يروحوا ويرجعوا بالسلامة ومصيف سعيد، وربنا يجعل العام الدراسي الجديد سعيد، ويجعل أيامنا كلها أعياد. بس كده، وده كان الفيديو بتاعي. وطبعا هنا بقى اليوم اللي انا قلت لكم ايه، انا نازله اليوم اللي هو انا نزلت فيه بقى البحر، نزلنا وكده. فطبعا بصوا البحر كان عامل ازاي، فقلت اوريكم طبعا البحر عندنا. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني فيديوهات تانية كتير هتوحشوني. الى اللقاء.